حد قالك ان كوبايه لبن عليها كيس فانيليا وبيضه وربع كوبايه زيت ومعلقتين سكر ومعلقه زبده سايحه، وضربت الكلام ده كله في الخلاط وتنقش عليهم كوبايه دقيق، وفي اي طاسه عندك هتدهنها زبده وتنزل كده بالعجينه اللي احنا عملناها. والعجينه لازم تبقى خفيفه زي ما انا مطلعها كده، وهتفردها كده بالشكل ده. واول ما تستوي هتقلبها على الجنب التاني وهتطلعها وتجيب اي نوع شوكولاته انت بتحبه وتفرده عليها. عايز اقول لكم ان نسب المقادير دي بتاعت الكريب ده واخدها من براند كبير بتاع شوكولاتات، بس طبعا مش هينفع اقول اسمه. الكريبات عنده سعرها من 250 ل 300 جنيه والله. المقادير بس ناقصه فليفر بندق، بس مش هيفرق في الطعم جامد. بس كده ما تنساش تجربه عشان تحفه هيعجبك قوي. حد قالك لو جبت بيض نفس لون الصفاره بس يكون في درجه حراره الغرفه ونزلت عليهم بكيس فانيليا، ولو في فانيليا سايله هيبقى احسن، وضربتهم كده حوالي مش اكتر لحد ما يوصلوا للقوام ده. وممكن نستخدم في المرحله دي المضرب اليدوي عادي. بعد كده نزلت عليهم بكوبايه وربع لبن وضربتهم كده لحد ما يدوبوا مع بعض. وبعد كده في اي حاجه خارجيه نحط فيها كوبايتين دقيق وننزل عليهم بنص كيس بيكنج باودر ورشه ملح ونص معلقه بيكربونات من عند العطار، هي البيكنج صودا، وهنقلبهم كده لحد ما يتجانسوا مع بعض. طبعا المفروض نحط سكر بس انا نسيت اصوره. وننزل كده بنص الكميه في الاول ونقلبهم، بعد كده نحط بقيه الكميه ونقلب فيهم جامد لحد ما يوصلوا للقوام ده. واي طاسه عندك نحطها على نار هاديه، اهم حاجه ما تكونش بتلزق، وندهنها زيت او زبده كده عادي. تنزل كده بالعجينه في النص، واول ما تبدا تعمل فقاعات كده تروح قلبها على الجنب التاني وتسيبها دقيقه كده هي استوت، وتفضل تعمل زي ما انا بعمل كده، وهكذا بقى الكميه اللي انت عايزها. وهتجيب اي نوع شوكولاته وتسيحها. بعد كده نحط البانكيك في الطبق واحده ونحط شوكولاته، بعد كده واحده ونحط شوكولاته لحد ما الكميه تخلص. ودي علبه ايس كريم يحيى اشتريها لي عشان تدي شكل، وهنحط عليها كده شويه شوكولاته في الاخر. بس كده انت عملت اسهل واطعم بانكيك بالشوكولاته هتدوه في حياتك بطريقه سهله جدا بصراحه، مش شايفها فيها اي صعوبه. وطبعا انا هنا هاكل بالشوكه والسكينه عشان الاتيكيت، بس طبعا هاكل بايدي اليمين. وعاوز اقول لكم والله طعمها تحفه، تستاهل التجربه. حد قالك لو جبت كوبايه لبن وهننزل عليهم بربع كوبايه دقيق ورشه ملح وبيضتين نفس لون الصفاره، اهم حاجه يبقى في درجه حراره الغرفه، وهنفضل نقلب كده فيهم حوالي مش اكتر زي ما اتفقنا، اوعوا تنسوا، لحد ما يدوبوا كلهم في بعض. ممكن نستغنى عن المضرب عادي ونضرب الكلام ده كله في الخلاط. وهنجيب معلقه زبده كبيره ونحطها في طاسه بس ما تكونش بتلزق ونسيحها كده، وبعد كده ننزل عليهم بشويه سكر وهتسيبهم خالص على نار هاديه لحد ما يتكرملوا معاك. وجبت موز وقطعته ونزلت كده بالشكل ده وسبته شويه لحد ما يتكرمل مع السكر والزبده. بعد كده مهم جدا انك تصفي الخليط. بعد كده هتنزل بالشكل ده كده، وبعد كده تغطيها وتسيبها على نار هاديه 5 دقايق. وطبعا هنقلبها ونسويها على الناحيتين ونطلعها ونقطعها كده بالشكل ده، نخليها كده عامله زي السلايزات كده. انت عملت احلى واسهل فطيره بالموز، وطعمها بجد حكايه. بص طالع شكلها عامل زي البيتزا ازاي، مش عارف ليه حاسسها كده بيتزا مشكل جبن. بص الموز طالع شكله عامل ازاي، شبه الزيتون كده، بس ده الطبيعي طبعا عشان هي اتكرملت. ولو معاك شويه شوكولاته وسيحتها هتخلي طعمها حكايه، بس هي كده طعمها حلو برضو مش مستاهل. وهسيب لك المقادير دي كلها في اول كومنت. بس كده ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تجربها، واعمل لي فولو عشان صدقني هتستفاد.